الزمالك دخل في اللعبة بتاعة اللجنة الأولمبية. الأهلي عمل شكوى امبارح والأول امبارح في اللجنة الأولمبية في رابطة الأندية وي والحوار الإيه الأهلي ماشي فيه وعامله ده. فالزمالك النهارده بعت خطاب للجنة الأولمبية بيقول لهم أنا معاكم يا جماعة في العركة اللي موجودة دي، أنا معاكم وأنا طرف في الموضوع لأن أنا اللي كنت الطرف التاني في ماتش الأهلي و... وأنا متمسك بالقرار بتاع لجنة الرابطة، وإن الحاجة التانية اللي هو الخصم 3 نقط اللي هو سابوها مفتوحة دي أنا مش موافق عليها. بمعنى إن أنا عايز ال3 نقط بتوع الماتش وعايز برضو ال3 نقط يتخصموا من الأهلي آخر الموسم. تمام كده؟ تمام. طيب، من شوية الأستاذ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة طلع وقال إن لازم يكون للاتحاد الكورة و رابطة الأندية قرارات أو صلاحيات أقوى من كده، ويطبقوا القانون بشكل أقوى من كده في رسالة إن مفيش حاجة تحصل خلاص. الماتش 3 نقط هيتاخدوا للزمالك و3 نقط تانية آخر الموسم، يعني كل اللي بيعملوا الأهلي ده في شنك، وهيلعبوا ماتش بيراميدز مفيش أي مشاكل خالص ولا أي حاجة هتحصل ولا هيلعبوا بغض النظر بقى الشكل هيمشي ازاي، بس الأهلي هيلعب.